الأسئلة المرة دي هتكون أصعب من الحلقة اللي فاتت شوية. دقيقة أصعب معليش. لا يعني دي أسئلة تاريخية يعني مش عشوائية. هنقول السؤال الأول. دين برضه، ها في دين. لا السؤال ده جميل جدا طبعا عن الأستاذ محمد الصيني. من هو القائد الذي لقب بفاتح الصين؟ عشان محمد الصيني ما فتح الصين. ممكن أنا أي حاجة. طب اختيارات مش أنا أذكر هو فيها محمد. الصين ما اتفتحتش بحرب، الصين اتفتحت بالتجاره ما اتفتحت. لا فيها ده ناصر ورا بعض فهيقلش. طب دايما ناس ازاي ده؟ من أرسل الحجاج محمد القاسم، أرسل معاه واحد ثاني وواحد منهم فتح الصين. طيب هات اختيارات ولا قول الإجابة؟ لا اختيارات. قتيبة بن إبراهيم، قتيبة بن مسلم، قتيبة حسين. قتيبة بن مسلم. قتيبة بن مسلم. بلس 1. اكيد. لا ابراهيم ولا حسين. زمان ايام ما بيسموا الحاجات دي. طيب ما هي المعركة التي سميت بمؤتة الصغرى؟ مؤتة الصغرى. معركة سميت بموت، المفروض الحاجات دي عندكم ولا ايه؟ انا حضرت. ايوه بس تاريخي يعني. طب اختياراتي حاجة. معركة ذات الجوانب، معركة ذات السلاسل، معركة زي الحديد. ذات السلاسل. بلس 1. يا عم بيقولوا اختيارات غريب لازم يعني بيقولوا اختيارات الاسم الغريب معروف الإجابة. بيقول لك ذات الحديد. من هو مؤسس مدينة واسط في العراق؟ مشهورة دي مشهورة. ممكن تكون انت ذكرت اسمه من شوية في سؤال فتح الصين. محمد بن القاسم. اتفضل. حجاج. كمل. حجاج بن يوسف الثقفي. بلس 1. انت بتعمل منظر. السؤال اللي بعده. يا حكم بالله عليك بالله عليك نوع في الأسئلة، يعني بالله عليك في كلمات معكوسة. يعني الواسط هذه عندنا برضو. لا. من هو آخر خلفاء الدولة الأموية في دمشق؟ طب اختار ثاني عن الاسم لو جو يعني العاضد عارف انت الحاجات اللي هي المعطى. مروان بن عبد الملك، مروان ابن محمد، مروان عبد الرحمن. مروان بن عبد الملك. سبحان الله. ماينس 1. ازاي؟ مروان بن عبد الرحمن. مروان بن عبد الرحمن. ماينس 1. انا ريان. قول بقى. مروان بن محمد. بلس 1. كفو. من هو القائد الذي استشهد في معركة إكسل بفرنسا؟ اكسل؟ يا عم طب ده ايه طيب؟ ما انت يا حكم عايزين تنوع في الاسئله، يعني كل الاسئله دي اسئله تاريخيه. حكم ماينس. لو اعترض تاني ماينس. طب ما هعمل ايه طيب؟ بكل سؤال اعتراض. أنا يعني لبيت طلباتكم وأنا حكم. بس انا اقول لك حاجه، واحد بتاع رياضه، واحد بتاع علوم. طيب ايش دخلها في لا الواسط؟ ده أسئلة عامة. ده أسئلة عامة. ده مش عامه، ده اسئله تاريخيه، دي اسمها كلها اسئله تاريخيه. ما أيوه طب بس نصر صح ولا لا؟ بالله لا الاسئله التاريخيه عادي، لكن ما تبقاش كلها اسئله تاريخيه. طيب ايش المشكله؟ يا عم يبقى في تنوع. طيب يقول لنا مثلا ازاي الحواوشي بيتعمل. هذا دليل. كفايه اعتراض، لو اعترض تاني حكم. نعم. أنا الحكم المساعد. يا اسطى انت الحكم ده المساعد. ده بيغير. العداله. ده انا كنت عايزك تكسب المره اللي فاتت وخليتك تكسب فعلا. الإجابة عبد الرحمن الرفيقي. نعم. ما هي هو الدولة؟ بيجيب اسئله مش عارف ايه اجابتها. حكم اعتراض هذا ماينس. ما هي الدولة التي قضى عليها السلطان سليم الأول في معركة الريدانية؟ بتقول ايه؟ حتى انت انا بتقول هتجيب الاجابه. قول اختيارات. الدولة الأموية، دولة المماليك، الدولة العمانية. دولة المماليك. بلس 1. لا الحاله دي. السؤال اللي بعده. من هو ذو الشهادتين من الصحابة؟ عثمان بن عفان. ايه يا عم انت انا اللي ضاغط. لا سيدنا عثمان بن عفان. لا ماينس 1 هو صح شرحين. ماينس. هذاك ذو النورين. انت قلت اللي يقول كده ذو النورين قد الشهادتين. لا دي ذات النطاقين. انت قصدك على دي من هو ذات النطاقين ايه يا عم الحاج الله يرضى عنك. الشهادتين. ذات النطاقين اسماء بنت ابي بكر، هو قصده على ذات النورين. انا ذو النورين.
اللي هو اتجوز لازم- تزوج 2 من بنات شهري. النبي عليه الصلاه والسلام. قول الإجابة. طب ما تقول اختيارات، ليه تقول لي الاجابه؟ خزيمة بن ثابت. وفي الغالب خزيمه بن ثابت عشان جابوا مره واحده. السؤال اللي بعده. ده هو قال الاجابه اصلا. ما اسال اسم خزيمه بن القائد؟ ثابت، خزيمه بن محمد، خزيمه بن لا حمود. بنحسين تضيع وقت، خلي بالك. دي لا انا ما اسف انا اسف. حكم انت متساهل معاه. تضيع أنا آسف. وقت. ما تخليش حد يخش بينا بعد اذنك. ايه؟ ما تخليش حد يخش بينا. لا انا انا حكم، مفيش اي وسايط في التحكيم خالص. تمام، مفيش اي وسايط يا جماعه. تمام، صح صح. قلب الريان. مفيش ما أي اسم القائد المسلم الذي عبر جبال الألب قبل نابليون بقرون؟ عارف يا ناصر؟ اكيد طبعا. طيب ادي هنت. ده انت تدي ايه؟ اثناء فتوحات الاندلس. والله لا بجد والله. شوف مين اللي فتح الأندلس؟ طارق بن زياد. طارق بن زياد. بلس 1. لا ريان معايا كده. طب حلو، هات من ده كتير يا حكيم. السؤال اللي بعد، ما هو اعلى جبل في منطقه الحجاز بالسعوديه؟ لحظه 5 4 لا 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 3 الحكم هو عنده 2 1. في حاجه مساعد معايا بجد. في السقوف. طب ده كده 5. طب ماينس. طب الاول خلاص. ماينس ماشي. ماينس 1. في السعوديه قول بقى انت، قول حاجه. عشان دي اخليها عندك، انا بعدك. على فكره جبل وركان. لا لا اسمك حاجه. ما هو الاسم الذي كان يطلق على البحر الاحمر في العصور القديمه؟ البحر الاحمر. ممكن اختيارات طيب؟ غالبا البحر الكاريبي. هات اختيارات. أول اختيار البحر الكاريبي. البحر الكلزم، البحر الكاريبي، البحر الاحمر. وانا عشان قلت البحر الكاريبي بحر القرزة هو الاسم المختلف. بحر الكرزم. بلس 1. اكيد مش البحر الكاريبي. اكيد واضحه. اكيد. السؤال اللي بعده، اي مدينه مصريه كانت تسمى باسط قديما؟ او تل بسطة. خلي ايه 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 طب في ايه؟ ايه المفروض دي في مصر. اضغط انا؟ ايه طب؟ لا مصر. مصر ام الدنيا كلها. مصر كبيره. انا كرمونا ولا بالمعروف. يا أقول عم الإجابة؟ ويسرون على انفسهم. قال الاجابه قول. الزقازيق. ها؟ الزقازيق. طب ما كنت عارف الشرقية. الفرخه مش إلها وراك والحاجات دي. انا اسف ما هو المضيق الذي يقع بين سلطنه عمان وايران؟ ريان. يلا. عند مين؟ ريان بص هو ريان بس غالبا ريان. طب ريان اصلا اللي قال ريان اللي غلط. مساعده من مين؟ مكالمه ريان. خلاص خليها خلاص يا عم خلاص خليها. عند مين؟ لو انت عارف الاجابه دوس. يعني هو ريان اللي داس الصراحه. ريان. خد اختيارات يعني واختار اي حاجه. انت عايز تختار ماينس. يعني انت مثلا ممكن تضرب كده وتقول له اختيارات عادي. خلاص. مضيق. حكم راح وقت. هرمز. بلس 1. حكم الوقت. حكم الوقت. قلت لك لازم ماينس. انا قلت له قبل كده انت مشكلتك بتتردد. انا كان ايوه انا كان حاقولها والله كفو. والله كفو فعلا. كم كام يا حاجه كده؟ حاسس ان انا بغطس تحت. 0-0-3. العداله. مستحيل. اي دولة عربية يمر بها خط جرينتش؟ جرينتش. ايوه. غير جاك جريليش. انا اسف. ايه بقى؟ حكم انت متساهل جدا. ايه؟ عشان احنا بس داخلين على رمضان. صح صح؟ نعم. المسابقة كريم. وانا مش كريم. انت المفروض معك باقي ماينس. أسود. انت المفروض معك ماينس 10. ليه؟ الحكم متساهل. يعني انت قصدك الحاجه ما اعرفش يحكم؟ انت كده بتطلب. انت قصدك الحاجة ما يعرفش يحكم؟ ظالم. لا قاعد اقول انت ان بتقول انت حاجة انسان متساهل. مو متساهل. ما لازم سمح لازم الحكم العادل يكون طيب. سمح. لازم يكون طيب. قصدك ان الحاجه ما بيعرفش يحكم. ايه ده؟ قصدك كده زي ما هو بيقول؟ لا. انا بحسب. اي دولة عربية يمر بها خط جرينتش؟ الدولة العربية دي موجودة في قارة افريقيا، موجودة في الشمال ناحية اليسار. اتفضل. ناحيه اليسار. 5 4 لا شويه. ثلاثة. شويه. اتفضل. مين اي هيسأل؟ سؤال ولا؟
ايش الفرص المتاحه لي؟ اختيارات. اقدر استعين بصديق؟ اختيارات تغير سؤال تستعين بصديق. عطني اختيارات. المغرب، موريتانيا، الجزائر، تونس. هذا اربعه. ايوه احيانا محتار. المغرب. ايوه مثنى وثلاث ورباع. أخليها. ده هو قصده حاجه المغرب، بعد موريتانيا، بعيد. الجزائر. موريتانيا. انا اقول موريتانيا. ماينس 1. ما تسمعش كلام حد تاني. انا حسيت يعني. خش يا ريان. خش. المغرب اسمع من اخوك. لا لا لازم واحد تاني. فاصل. المغرب. المغرب. ماينس 1. والله انا بقى انا الجزائر. شرحي لي. ايه؟ الجزائر. لا بناء على انها ثاني اكبر دوله عربيه. ايوه. اسمه خط والله ما جرينتش. اعرف. يا ابني الحاجات دي مش خدناها كنا واخدينها في الجغرافيا زمان. انت عملتها دماغك راحت لخط الاستواء. مش خط الاستواء ده بتاع الصومال؟ ما هي اعمق منخفض في افريقيا ويقع في جيبوتي؟ منخفض مائي ولا منخفض مش مائي؟ لا مش ماي. او قدامي كده. طب مش ماي. اختيارات يا حاج بعد اذنك. هقول الاختيارات. ايوه ركز في الاختيارات يعني. سيبه يا عم يا محمد. ناصر بعد اذنك سيبه. انا بعد. سيبه عشان يقول الاختيارات بدماغك. طيب بص. لا سيبه هو يا عم. محمد ناصر بعد اذنك سيبه. هتسوق عشان اتكلم. اتفضل يا حاج. بحيرة عين، ايوه بحيرة عسل، ايوه. بحيرة عمر. طب ممكن الاسم كامل ولا ايه؟ ليه كده؟ انت محتاجة جيبوتي وعين وعسل واحمر. اختار. يعني عين ده هيبقى لها تكمله احمر. لا الوقت بعد اذنك عشان ماشي بحيره عين. ماينس 1. بحيره عسل. احمر. ماينس 1. ليش جبت عسل؟ بلس 1. شكرا حق. طب اسمها بحيره عسل؟ بحيرة عسل. يعني جيبوتي فيها بحيره اسمها بحيره عسل؟ جيبوتي فيها عسل. سعيد قبل مره. السؤال اللي بعده، ما هي المدينة التي تسمى القيروان الصغرى؟ المدينه دي عربيه؟ تقريبا فيها سيول الفترة دي أو فيضان. هي موجودة في المغرب. عايشة في دولة المغرب. كانت من الدول اللي اتلعب فيها تقريبا فيها سيول اليومين دول في الفترة دي وعملوا لها إخلاء. نعم. من قبل ما يحصل الفيضان. طب كانت من الدول اللي مدينة. كانت من المدن اللي اتلعب فيها افريقيا؟ مش عارف تقريبا. هقول الإجابة عشان ليه؟ ما تقول اختيارات طيب. أنا قربت المسافات للمغرب. كازابلانكا. صح؟ كلمتين كذا وبلانكا. في واحد في بالي اجاوب. لا والله بعيد. امال ايه؟ نهضة بركان. ماينس 1. ده ايه ده المدينه دي في المغرب؟ تسمى مدينة القصر الكبير. أين تقع فجوة ماريانا أعمق نقطة في المحيطات؟ اقدر اطلب اختيارات ولا اجاوب الان؟ خلاص انت خدت. اختيارات. خلاص انت خدت. هي واحدة بس مرة. انت هي مره واحده. اجاوب اختار محيط يعني؟ أخطاء محيط. الهندي. لا الهندي. أعمق. أقول السؤال تاني، أين تقع فجوة ماريانا أعمق نقطة في المحيطات؟ المحيط الهندي. لا. يا عم اسمع المحيط سيبه الهندي. يفكر. اسمع مش الهند. ايوه ايه يا عم هم 3 محيطات. مش الهندي يبقى الهادي. كنا نتلفظي الهادي. كتر هذا. طب نزل ايدك بس كده اديله شوفها صح ولا غلط. اتفضل. بس كده. محيط الهادي. بلس 1. بس خلاص. السؤال اللي بعده، ما هو العنصر الكيميائي الذي يمثل 78% من القطر؟ اتفضل. نيتروجين. بلس 1. انت بتسال كل حلقه. السؤال ده بتسال كل حلقه. وريان مش عارفه يعني بتسال من هو, لا، من هو العالم العربي الذي شرح كيفية حدوث قوس قزح فيزيائية؟ بتاع العلوم. كيمياء قسم الاحياء. قسم الاحياء. ايه اللي قسم الاحياء؟ بتخش تاخد اعضاء وبس. عارف انت محمد؟ قول لي الاسم. قول. طب ما تقول اختيارات او قرب هنا. الحكم المساعد ولا يقول؟ خيارات بيقول. لا الاجابه اعطيه. ايوه الخيارات انت أعطيه. محمود. اختيارات. ايوه انت دخل. ابن سينا.
ولا الحسن بن الهيثم ولا كمال الدين الفارسي؟ كمال الدين الفارسي. بلس 1. ممكن بينا بنقاط. انا اديني صفر لسالب واحد. كده 0 1 1. الحمد لله. نص صفر واحد. الله عادل في النفس. استنى عشان انا ما نظلمش. 2 1 1. ايوه. هو ايه الاثنين؟ هو 2. ارجع الحكم في الحياه. عاد عليها خلاص يا حكم. دي المفروض يبقى امال ايه صفر دي؟ جبت صفر منين؟ ايه؟ نتيجه احنا سالب 1 بيبقى تحت الصفر، جيب نقطة تبقى 0. نعم. طب ماشي، ما هو بقى 2 ازاي بقى؟ ايوه ما هو كان 0 وبعد كده جاب نقطة نقطتين. وبعد كده نقطة كمان. ما تتعبنيش في المونتاج بالله عليك يا حاج، بالله عليك. ما هي الوحدة المستخدمة لقياس شدة التيار الكهربائي؟ كهرباء. الفولت. ماينس 1 الواط. ماينس 1. مش الفولت. كهرباء. اوكي. الامكان. كنت منتبه يقول خطأ. يا اسطى انا لازم اتفرج معاك على ماتش كوره. لازم. انت بتشجع مين؟ لازم اتفرج معاك على ماتش كوره. اتحاد تشيلسي ما بيكسبوش ابدا في دول. اسبانيا. دلوقتي باقي 3 دقايق و50 ثانية. ما هي الكوكب الذي يمتلك أكبر عدد من الأقمار في مجموعتنا الشمسية؟ المريخ. لا مستحيل. المشتري. ممكن. تبروك. ما هو الكوكب الذي يمتلك أكبر عدد من الأقمار في مجموعتنا هو الشمسية؟ غالبا نبتون. مش ليبتون ولا نبتون. مش المريخ؟ أنا مش هتكلم. شوف هي من بعد الارض. لا قبل. لا مستحيل. الزهرة. مستحيل لا. طب من الأربعة اللي قدام ولا من الأربعة اللي ورا؟ من الأربعة اللي ورا. اللي قدام. المريخ. المشتري. مين المشتري ده؟ الأورانوس. أورانوس ونبتون. مريخ مشتري لا اللي أعطيتك هي أكبر 3 كواكب في احتمال واحد منهم. أورانوس. أنا أتوقع إنه أورانوس. بدي اختيارات؟ بس هم 4 اختيارات يا شباب. ما هم ما احنا قلنا. طب ممكن يقول حاسس الطير من الرقم الله. عطارد، المريخ، زحل، المشتري. عطارد. يبقى انت شيل عطارد، تشيل كده عطارد، يبقى هو زحل. زحل والمشتري. زحل والمشتري واورانوس وايه؟ التالت مين؟ المريخ زحل والمشتري والمريخ. طب المشتري ده بعد الارض اللي هو المجموعه اللي تحت. أنا يبقى فوق زحل وايه؟ والمريخ والمشتري. والمشتري. هو المشتري ده من انهي، فوق ولا تحت؟ زحل يا حاج. زحل. بلس 1. أنا كنت مختار يا هو يا المشتري. والله حل الحل حتى الحمد لله. السؤال اللي بعده. ما هو الغاز الذي يتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري بشكل رئيسي؟ ثاني أكسيد الكربون. بلس 1. سهل. ما تقول حاجه كوره يا محمد كده. السؤال اللي بعده. ادي سؤال للاستاذ نصر. شخص انت فاهم ازاي؟ من هو مخترع الديناميت الذي ندم عليه العقل؟ 5 نوبل. 4 3 نوبل. بس. ايوه يا عم. ما محمد ما ده لما قال لك المره اللي فاتت لما كده يا شباب كده تعادل 2 2 2 2. مين الاثنين الرابعه؟ الحكم اللي معاك. ماشي. السؤال اللي بعده. ما هو اصلا ماده طبيعيه على وجه الارض؟ اصلا ماده طبيعيه كده. الألماس. بلس 1. الالماس. ايوه. بين الحديد يا ابني وانزال الحديده لا. في بقى سويتش. الالماس. في مقياس موس للقساوة. مسلم. في اي جزء من جسم الانسان توجد عظمه الركاب؟ الركاب اللي هي زي الذنب، هي عظمه الذنب يعني الذنب ولا ايه؟ لا دي حاجه ثانيه ولا حاجه. الركاب. ممكن ادي هند. ادي هند. ادي هند يا شباب كله. هي موجوده في الجزء اللي هو الراس بس. مش عارفين بقى، ما اعرفش. لا عيد السؤال. في اي جزء من جسم الانسان توجد عظمه الركاب؟ هي ايه عظمه الركاب؟ هي موجوده بص من الجزء اللي فوق الراس، يعني من هنا كده وانت طالع. اسفل الجمجمه. تختار بقى فين بقى، ما اعرفش. هي ممكن تكون في عضو. اسفل الجمجمه. عضو في الراس. انت تطلب انت عيد السؤال. عيد السؤال ثاني. في اي جزء من جسم الانسان طب انت توجد قلت الجزء. عظمه الركاب؟ انت قلت الجزء. ما هو بقى بيديك انت بيقول لك ان هي في الراس. انت بقى بتفكر ايه؟ شوف بقى العظمه فين اللي في راسك، اسمها عظمه ركاب. اقول الاجابه يا شباب. اسفل الجمجمه. اختيارات. بدون خيارات ولا لا؟ لا مش هقول اختيار. اتوقع ان هي اسفل الجمجمه. اقول الاجابه. قول لي الاذن الوسطى. الاذن الوسطى. بعيد جدا. ايش الاذن الوسطى. ما هي النظريه
التي تقول ان الكون بدا بآلية انفجار واحد. اتفضل. عندي اسم ممكن صح. قول. انت ضربت الجرس، انت كده لازم تقول. تعيد السؤال. ما هي ما هي النظريه؟ النظرية التي تقول ان الكون بدا بآلية انفجار واحد؟ هي المفروض ان بس ماشي. بس احنا مش بنصدق النظريات الأجنبية كلها عامة. 5 نظرية الانفجار. 4 3 بلس 1. ايش؟ الانفجار العظيم. الانفجار العظيم. صح. انا قايل لك من اول انها خبر. اخر انت هنقول اصلا خسران، انت ما كسبتش اخر حاجه. سؤالين عشان خلاص الوقت خلص. من هو الشاعر الملقب بصريع الغواني؟ الغوالي. الغواني الغواني ده مصري ده ولا ايه؟ تقريبا. هقول الاجابه برضه. شكله شاعر في الحب وانا ماليش فيه. مسلم بن الوليد. والله لو كان في ما الحجاز. هي السورة التي تسمى سورة الحواريين؟ اوه 5 ايه 4 3 سورة 2 يا ابني ثواني. 1 سورة ماينس. سورة الحشر. حكم ماينس. ماينس 1. اخر سؤال. طب ايه هي الاجابه؟ سورة الصف. ايوه هي سورة الصف. من هو الفيلسوف العربي الملقب بالمعلم الثاني؟ على فكرة انت مش بتجاوب، طب يعني جازف يمكن تبقى صح. لا جازفت كثير. جرب. لا انت معاك نقط زيادة. ها حاول فكر. ها هات اختيارات. ها. ابن سينا، ابن خلدون، الفارابي. الفارابي. هو مش هو انت. لا ما ضربش الجرس. خلاص 1. صح والله عندك. كده النتيجة 4-2-2. شكرا يا شباب على الحلقة الجميلة دي. نورتونا. ناخد بقى رأي الناس على الأسئلة. جميلة جدا أكيد صح. جميلة جميلة. متنوعة وعشرة من عشرة. هو ده اللي أنا مستنيه من الحلقة اللي فاتت عشان أنا بس اوضح اتصور. نقطة خلف الكواليس. مين اللي كسب طبعا؟ خلف الكواليس. مخسره 7 ايام بينج قبل ما نيجي هنا. خلاص. عشان هو قال 7 ايام وكل جيم يقول لي هذيك كان بس عشان اعطيه كذا شعور انه راح يفوز. شعور الفوز. 7 ايام وكل مش هقول 7 عددهم. عشان تدخل بثقة يعني عمياء. لا ما انا بصراحه قلت مش هخسرك في البنج وهخسرك هنا وبعدين اروح العبك بلاي ستيشن واخسرك حاجه، فاهم؟ ممكن تنتحر ما تجيلناش المدرسه تاني. ممكن نرجع نلعب بينج بونج واوريك ان انت ما راح تفوز طبعا. لا هنا ولا هنا. الان انا خلاص كشفت خلاص هو خلاص. انا ما عنديش مشكله نروح نلعب بينج بونج بس لو خسرت. مش هخسر. ايوه لو خسرت. اجي حكم هناك. اجي لكم حكم.